أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن مشكلة بتواجه ناس كتير جدا وخصوصا المبتدئين. ناس كتير جدا بتبدأ تكتب، بتبقى متحمسة، عندها فكرة واضحة، شايفة ان الموضوع لذيذ جدا، فكرة قوية والموضوع ماشي، وفي الغالب اللي بيكون عنده المشكلة دي بيتخطى مرحلة التحضير للكتابة. والمرحلة دي طبعا يعني هي أهم من الكتابة نفسها، لأن هي دي الجايد اللي بيخليك تمشي بثبات وتقدر توصل للهدف النهائي بتاعك في الكتابة بيسر وبسهولة شديدة. طيب الموضوع ده ليه حلول كتير، وأساس المشكلة برضو ليها أسباب كتير. احنا نقدر نعرفها ازاي؟ لأن مش كل الحالات شبه بعض. يعني في ناس بتبقى محضرة، في ناس بتبقى عارفة هي رايحة فين وعارفة التتابع بتاعها ماشي ازاي، لكن في نص الكتابة في نص الفيلم بيلاقي نفسهم مش عارفين يوصلوا لحاجة. خلاص احنا جينا في نص الفيلم، الأحداث ما بتطلعش لقدام، كل اللي بيتكتب مجرد ملي، حشو، تمطيط، حاجات كتير قوي ما في الآخر ما بنوصلش يعني للهدف اللي احنا عايزينه، فبنقف. المشكلة دي ايه السبب فيها؟ زي ما قلت، هو الموضوع مش متوقف على سبب واحد وملوش حل واحد برضه. خلينا كده نستعرض مع بعض ايه اشهر المشاكل في الموضوع ده او في النقطة دي. انا شخصيا في البداية كان بيواجهني نفس الموضوع ده، واول ما بدأت خالص الكتابة وكنت هاوي، ما كنتش دارس وما كنتش عارف اي حاجة اصلا عن السيناريو، كنت بقع دايما في المشكلة دي، اكتب 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 وشايف ان اللي انا بكتبه حلو جدا، باجي في النص وبقف تماما، مش عارف اطلع خطوة لقدام بعد المنتصف. السبب ان في ناس زي ما قلنا بتتخطى المراحل اللي بنخطط فيها احنا رايحين فين. هنا لازم نسأل نفسنا سؤال مهم جدا: هل احنا عارفين نهاية العمل اللي احنا بنكتبه ده ايه هي؟ يعني الفيلم ده هينتهي على ايه؟ ايه المشهد الاخير؟ بطل هيعيش، هيموت، هيكسب، هيخسر، نهاية سعيدة، نهاية مفتوحة؟ هل احنا عارفين ده؟ لو عارفين ده فهنا ممكن نشوف المشكلة من اتجاه تاني. بس احنا لو عارفين خلاص احنا رايحين فين وعندنا المشكلة في ان احنا مش عارفين نطلع لقدام، يبقى هنا مش مشكلة ان احنا مش عارفين ابطالنا هيوصلوا فين في النهاية. طيب لو احنا مش عارفين بقى وبنكتب عشان الفكرة كان شكلها لذيذ وقوي وحماسية جدا ووقفنا، فده طبعا لان احنا مش عارفين احنا هنروح فين. فالموضوع هنا بقى خلاص احنا عندنا اول مشكلة ان احنا ما بنبقاش عارفين نهاية العمل بتاعنا ايه. فلازم نرجع تاني بمنتهى البساطة، نرجع تاني نشوف الفكرة اللي احنا بدأناها دي هتنتهي ازاي، هتروح فين، هتاخد انهي مسار. ما ينفعش انا مثلا اكون بعمل نهاية تراجيدية وطول الفيلم بأسس او في نص العمل انا واقف بقول بتكلم بشكل كوميدي، البطل هينتصر بضربة قاضية وهو ضعيف مش مبني له اي حاجة. فلازم أسس للنهاية دي بالتدريج، واتكلمنا عن ده في فيديوهات تانية قبل كده. طيب المشكلة التانية ان في ناس كتير ما بتبقاش عاملة حساب للحبكات الفرعية. بيبقى شايف مثلا البطل عايز يروح يسرق بنك. طيب يا سيدي انت هتسرق بنك، طيب ماذا بعد؟ يعني مين الشخصيات اللي معاك؟ هل انت اسست للشخصيات المساعدة اللي مع البطل انه يقدروا يدفعوا الاحداث بتاعتك لقدام، يبقى عندهم التواءات، عندهم حبكات اضافية، عندهم مشاكل تقدر تخلي العمل بتاعك يطلع لقدام؟ ولا هو البطل بس اللي عنده حدوتة والباقي كله بيخدم عليه، فبالتالي انت هتيجي في حتة كده معينة ما بتقولش حاجة مفيدة؟ خلاص، ما هو البطل ده ما بيشتغلش لوحده، انت عندك الشخصيات المحيطة بيه هم المفروض دوافع مختلفة محتملة، او بالفعل الاحداث بتديهم ادوار ان هم يأثروا مع البطل في حياته او هو يأثر في حياتهم. فبالتالي احنا بنشوف احداث جديدة، عايز ينقذ حد، بيساعد حد، مخنوق من حد فبيعاديه، هكذا. هل انت عندك بقى شخصيات متنوعة تقدر تعمل ده؟ صديق مثلا هيخونه، صديق هيساعده، البطل هيقع فالتاني هيسنده، قصة حب مش مكتملة فهتكتمل. برضو معظم المشاكل اللي بتبقى من النوعية دي بيبقى سببها عدم التخطيط الجيد. برضو أي مشكلة هنواجهها كده يعني نحطها في عقلك، أي مشكلة هنواجهها من النوعيات دي أو حاجة معطلانا إحنا مش مخططين بشكل جيد في البداية، مش عارفين إحنا بنعمل إيه، مش عارفين مين الشخصيات بتاعتنا بشكل واضح، مش عارفين البطل بتاعنا ده أصلا هو مين الناس اللي حواليه. في ناس كتير لما بتيجي تعمل الكاركتر بروفايل بتاعها ما بيديش الشخصيات المساعدة حقها.
يعني ممكن مثلا ناس كتير، واحيانا يعني برضو انا ممكن اكون من الناس دي في شغل السوق، بنبقى مستعجلين، فكل شخصيات يعني بندي مثلا 3-4 شخصيات اللي هم المين، او انا عارف ان مثلا فلان الفلاني البطل او سوبر ستار هيعمل ده او هيوصل له، فبركز قوي على الشخصيات المهمه، وباقي الشخصيات حتى لو عندهم دراما ما بيبقاش عندنا مساحه ان احنا نحكي فيهم او نكتب بشكل واضح. لكن ده مش صح. الصح ان احنا نبقى عارفين الشخصيات المؤثره في الاحداث بشكل كبير، وقادرين نشوفهم، يعني قادرين نشوف مشاعرهم، نشوف مشاكلهم، نشوف ألمهم، نشوف فرحهم. فده بيديك دايما مصداقية قوي واحساس شديد جدا بالعمل اللي انت بتعمله. في مسلسلات كتير وحاجات كتير الفترة الأخيرة ركزت قوي على الشخصيات دي. مثلا المسلسل الأخير بتاع منى زكي اللي هو تحت الوصاية، ممكن نشوف فيه بشكل واضح ان الشخصيات اللي حواليها في المركب هي مش شخصيات، مش أبطال، لكن في نفس الوقت مكتوبة بإحساس شديد جدا. شخصيات حقيقية قوي، مش بس هما يعني تقريبا كل الشخصيات اللي في المسلسل يعني بشكل كبير جدا لامسين اي حد بيتفرج عليهم. وده ما بيجيش بس من الممثل، لا، الورق اللي مكتوب خادم الممثل انه يقدر يطلع منه حاجة قوية. فده مثال. طيب في ايه تاني؟ يعني ايه المشكلة دي ممكن تواجهنا بسبب ايه؟ في احيانا الناس برضو هرجع اقولها تاني مش هزهق، يعني عدم التخطيط الجيد. بمعنى انا عايز اسرق بنك، مش انا كنادر، يعني البطل بتاعي عايز يسرق بنك. طيب البطل ده عايز يسرق بنك ليه؟ ايه الدافع؟ لازم ابقى عارف هل هو هيسرقه لدافع طيب ولا شرير، برضو ده مهم. طيب هو هيسرق البنك ده في انهي وقت من الفيلم؟ في اول ربع ساعة؟ المهمة الأخيرة في الفيلم اللي هو آخر مثلا نص ساعة؟ أنهي مرحلة من مراحل الفيلم هيتم سرقة البنك؟ طب أنا لما أسرق البنك هل المهمة دي هتتم، ولا الفيلم مبني على أساس إن لما السرقة تتنفذ خلاص الموضوع هينتهي والفيلم هينتهي، ولا إحنا مجرد ما البنك هندخله ويحصل عملية الاقتحام بتبتدي المشكلة الأكبر أو العقدة الأكبر في الفيلم بتحصل؟ دي برضو من الأسئلة اللي انت لازم تجاوب عليها. انت العقدة بتاعتك هتبقى في أنهي مرحلة من الفيلم؟ حاجة أخيرة، لما نوصل لمرحلة ان احنا مش عارفين نروح لفين تاني، او يعني خلاص احنا خططنا ماشيين كويس وكل حاجة تمام، عارفين احنا رايحين فين في النهاية، بس برضو بنيجي في النص ونلاقي الأحداث ما بتطلعش بينا لقدام. هنا احنا ممكن نستخدم تكنيك بسيط جدا، بندخل شخصية أو بنظهر شخصية او بنكون بنلعب الاخفاء والاظهار مثلا لشخصيات معينه. في شخصيه هلعب بيها مثلا في وقت ما من الفيلم، خلاص الايقاع بتاعي بيقع، فشخصيه عندها حدث، عندها صراع، عندها دافع، خصم للبطل، صراع قديم ما انتهاش، ببتدي ادفع بالشخص ده او بالحدث ده في الوقت اللي بحس فيه ان الايقاع بيقل، عشان ارفع الريتم تاني وابتدي اشتغل على الحدث الرئيسي تاني. يبقى عندي دافع مختلف، شخصية مختلفة. احيانا بيبقى العمل بشكل كبير مبني صح جدا، بس بيجي في النص الريتم العمل نفسه هادي، ما عنديش صراع قوي، ما فيش حاجة فجأة كده كان عندي مثلا صراع شديد وصراع تاني، بس خلاص الصراع الأقوى مات، فالصراع النهائي مش قوي خلاص. يعني بتحصل كتير في مسلسل كمان، أنا متذكر ان انا حصل لي الاحساس ده وانا بتفرج عليه، كان اعتقد توبة، كان برضو المسلسل ده حصل نفس المشكلة، يعني دي انا كنت شايف ان هي مشكلة في وقتها، بموت ماجد المصري. انا ما بعد الحلقة 15 اعتقد خلاص الريتم بقى مختلف تماما. انا بالنسبة لي كان الصراع الاكبر او الاقوى كان مع ماجد المصري، مجرد ما الشخصية دي انتهت ما بقاش عندي دافع او ما بقيتش حاسس ان انا محتاج اعرف تاني. فدي مشكلة احيانا بتحصل لنا غصب عننا، ما بنبقاش شايفين ده واحنا بنكتب العمل من منظور الكتابة. هي مشكلة بتحسب على الكتابة، لكن احيانا قوة الممثل او اداؤه بيفرض عليك حاجات معينة. يعني ماجد المصري في المسلسل هنا كان عامل الدور بشكل حلو جدا، محدش عرف يعلي عليه في نفس العمل، فبالتالي خلاص عندي مثلا 2 فيلنز في الموضوع، فالاولاني اللي انا قضيت عليه في نص المسلسل كان اقوى من التاني، فبالتالي انا كل اللي جاي مش مثير، خلاص الموضوع بالنسبة لي هادي جدا. بس فده برضو ممكن نشتغل عليه لما نيجي نخلق دافع جديد للبطل عنده مشكلة ما ظهرت، حدث كان مستخبي
وبيتفجر. كل الحاجات دي نقدر نطلع بيها لقدام، وده الأهم، إن إحنا نقدر طول الوقت نعمل أحداث جديدة قوية تشد المشاهد، وفي نفس الوقت تكون نابعة من العمل نفسه. مش مجرد ان انا بعمل سسبنس للسسبنس، مش مجرد ان انا بعمل رعب للرعب، يعني ما بتبقاش حاجة لذيذة. ممكن تشد المشاهد، لكن في النهاية هو مش مبني على حاجة اصلا. فانت بتمسك جونرا معينة وبتبتدي تغزل العمل بتاعك على الاساس او الروح بتاعتها. بس ده الموضوع ببساطة. اتمنى تكونوا يعني استفدتوا حاجة من الفيديو ده، واستنوني في فيديوهات تانية ان شاء الله.